يعطيكم ألف عافية. وصفتنا اليوم رح تكون من ألذ وأشهر وأطيب الحلويات التركية. اليوم رح نعمل مع بعض لقمة الباشا التركية، وإن شاء الله اليوم رح نعملها بمذاق وطعم جدا مميز. تابعوا الفيديو وتعالوا نشوف طريقة العمل. في البداية هون رح نحضر للخليط. بالنسبة للخليط هون رح نحتاج 5 كاسات من الحليب السائل. في حال مش متوفر عندكم الحليب السائل استخدموا حليب البودرة. بتحطوا لكل كاس مي معلقتين كبار مليانات من حليب البودرة. ورح نحتاج كمان هون كاس من الطحين، طبعا حصرا بالوصفة هاي لازم نستخدم الطحين. رح نحتاج كاس من السكر، بالإضافة إلى 3 ملاعق كبار مليانات من الكاكاو. الكاكاو اللي أنا استخدمته هون هو كاكاو غير محلى. بحركهم كثير منيح على البارد حتى يذوب عندي الطحين. في حال ظلت معكم تكتلات من الطحين كبيرة ارجعوا اخفقوا الخليط على الخلاط حتى يذوب عندكم الطحين تماما. هون بنحط الطنجرة على الغاز. راح احط معلقة صغيرة مليانة من الفانيلا البودرة. طبعا الغاز عنا هون راح يكون على العالي. لازم نستمر في التحريك حتى ما يكون معنا اي تكتلات بالخليط. أول ما أشوف عندي الخليط بلش يثقل بوطي الغاز بتركه يغلى، طبعا مع استمرار التحريك مدة 3 دقائق. بعديها بطفي الغاز. لما أطفي الغاز هون رح أنزل 50 جرام من الزبدة. ممكن تستخدموا أي نوع زبدة أنتم بدكم إياها، بس المهم إنها تكون زبدة طيبة لأنه رح تبين نكهتها كثير بالخليط. هيك عندي الزبدة ذابت وهيك عندي قوام الخليط صار جاهز. هلا هون بالنسبة للصينية رح أحط فيها كاستين من جوز الهند الأبيض. رح أحكي ملاحظة مهمة بالنسبة للصينية، لازم تحضروها قبل ما تحطوا الطنجرة على الغاز لأنه الخليط هو بسرعة بيجمد، يعني لازم تطفوا الغاز وعلى طول تصبوا الخليط فوق جوز الهند. هون بننزل الخليط كلياته، برتب الخليط بوزعه على كل الصينية، وراح اتركه هون يبرد بدرجة حرارة المطبخ، يعني ما تدخلوها الثلاجة. هو زي ما حكيت لكم بسرعة بيجمد، يعني نص ساعة بيكون جامد. بعد نص ساعة هون بنبلش نحضر للكريمة. بالنسبة للكريمة هون راح نحتاج كاس من الكريمة السائلة. طبعا عنا شرط أساسي لازم الكريمة تكون باردة. وهلا هون راح أخفقها. بالبداية بيكون عنا على سرعة واطية، بعديها بنعلي السرعة. راح أحكي في حال مش متوفر عندكم الكريمة السائلة استخدموا الكريمة البودرة. بتحطوا كاس من الحليب السائل بتحطوا عليه 3 باكيتات من الكريمة البودرة. وزن كل باكيت 36 جرام. هيك عندي الكريمة جاهزة. هلا هون راح أنزلها وراح أوزعها على كل الخليط. طبعا كاس من الكريمة السائلة كثير كافي، بس أنا هون حبيت إنها تكون الكريمة شوي ظاهرة، فرجعت حطيت نص كاس من، يعني رجعت خفقت نص كاس ثاني من الكريمة حتى تكون عندي طبقة الكريمة ظاهرة. الكريمة بتعطي نكهة كثير طيبة للحلو. طبعا هون عندي الصينية صارت جاهزة. هلا هون بدخلها الثلاجة بتركها ساعتين بتكون هي جاهزة تماما. هون رح نبلش نقطع فيها. في البداية بقطعها بالطول، بعديها ببلش أقطعها بالعرض. حاولوا القطع أنها تكون معكم شوي عريضة. وبعدين هون نبلش نلف فيها شوي شوي. بنلفها وبنحطها بصينية التقديم. طبعا المميز بالحلو هذا انه ممكن تعملوه بنكهات كثير. طبعا انا عملت قبل هالمرة نكهتين منه، ان شاء الله رح احط لكم اياها اسفل الفيديو روابط الوصفات اللي انا عملتها. عملت مرة بنكهة البرتقال بدل الكريمة، وعملت الفانيلا مع الكريمة. حلو جدا شهي، ما بغلب ابدا بالتحضير، وطريقة التقديم تبعته كثير حلوة. طبعا رح أحكي ملاحظة بالنسبة للتقديم هون. الحلو بتجهزوه بالثلاجة، وقت لما تيجوا تقدموه على طول بتلفوها زي هيك وبتقدموها. ما شاء الله، بتمنى انها الوصفة عجبتكم لانها جد وصفة جدا شهية، بعملها كثير عندي في البيت وكثير مرغوبة. وهيك عنا الوصفة صارت جاهزة، وهيك عنا الفيديو خلص. بتمنى اذا الوصفة عجبتكم وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم القناة والاشتراك فيها وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم الف عافية، وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة اطيب الوصفات يمي.